السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف دايرين البنات؟ لاباس بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم في قناتكم قناة كويزين ام ياسين. رمضان مبارك ان شاء الله بالصحة والسلامة. وصفتنا ديال اليوم عصير اللي كيجي اكثر من رائع. مقادير بسيطة غينفعكم بزاف في رمضان وتقدموه حتى للضيوف، كيجي اكثر من رائع. كيف ما كتشاهدوا معايا راه خاطر كيجي اكثر من رائع، يولي معتمد عندكم بحال انا ما كنخطيهش في رمضان، كينفعني في رمضان. نتمنىكم ان شاء الله تجربوه يولي معتمد عندكم. ندوزو للمقادير وطريقه التحضير. عندي كيس ديال الفلون واطرو ديال الحليب والسكر حبيبات. غادي نضيف 3 ديال المعالق في البول، 3 ديال الملاعق كبار ديال السكر حبيبات. بالنسبه للفلو الا كان حلو ما تضيفوش السكر، ولا بغيتيو ديروا لي ساشي صغار ديال درهم ديروه. غادي نخلط الفلو مزيان مع السكر باش ما يديرش داك الحبيبات ملي نضيفوه على الحليب باش يجي ساهل. غادي نخلطو مزيان مع السكر. غنضيف لتر ديال الحليب في الكاسرونه وغنضيف عليه الفلون والسكر حبيبات. غادي نخلطو مزيان تيذوب داك السكر وداك الفلون. كيف ما كتشاهدوا معايا ما دارش دوك الحبيبات. ملي كنخلطوا السكر والفلون في البول تنخلطوهم مزيان عاد تنضيفوهم للحليب، ما كيديرش دوك الحبيبات في الحليب، كيجي ساهل. غنضيف ساشي ديال الفاني ما ذكرتوش في الاول. بالنسبه للفلو انا درت الفلو ديال الفاني، تقدروا ديروا ديال الشوكولا او ديال الفريز او اي نكهه كتبغيو تقدروا ديروها. هنا درتو فوق النار وغادي نبقى نحرك فيه باش ما يلصقش. كنحركوه مزيان بحال اللي غديروا الفلو، اللي غديروا الفلو دائما، اللي كديروا الفلو عادي بنفس الطريقه. كنخليوه مزيان حتى كيدير دوك الفقاعات او تيبدا يغلي بهذه الطريقه هذه. عاد تنطفيو عليه النار. غادي نخلي الفلو يبرد. بغيتيو تخليو الفلو في الكاسرونه يبرد خليوه بحال اللي درت، ما بغيتوش ديروه في اناء اخر او في مول او في اي حاجه يبرد، المهم يكون بارد في الكاسرونه بحال اللي خليته انا في الكاسرونه حتى برد في الكاسرونه. كيف ما كتشوفوا كيجي القوام ديالو هو هذا بحال الشكل ديال الفلو اللي غنديروا الفلو عادي. وعندي هنا نص سطرو ديال الليمون عصرت الليمون وعبرت نص سطرو وصفيته باش ما يبقاوش فيه دوك التكتلات ديال الليمون، باش ما يجيوش دوك المرصيات ديال الليمون في العصير. هنا غادي ندير غير نصف ديال الكميه لان الكاس ما غيهزليش كلشي، غندير غير النصف. وكاس ديال الياغورت بنكهه الفاني لان هنايا دايرين الفاني وغادي ندير الفاني. كيبقى اختياري ديروا اي نكهه اللي درتو الفريز ديروا النكهه ديال ياغورت او دانون ديروا هذا الفريز. درتو اي نكهه بغيتو تنكهوا بها كيبقى الاختيار لكم. غادي نضيف الليمون او البرتقال، تقدروا تستغناو عليه اللي ما بغاتش تضيف البرتقال او الليمون تقدروا تعوضوه بنص سطرو ديال الحليب. غادي نطحن هذا النصف ونعاود نولي نطحن النصف. من بعد ما طحنت الكميه اللي عندي كامله درتوه في بول باش نخلطو مزيان. كيف ما كتشاهدوا باش ما يجيش واحد ثقيل وواحد خفيف، باش كنخلطهم مزيان وعاد نديرهم في قريعات ونديرهم في الثلاجه يبردوا. هاد الكميه هذه كتعطيني تقريبا 2 ديال الاطرو ديال العصير، كيجي اكثر من رائع. نتمنىكم البنات تجربوه، وإلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا من لي لايك والتعاليق الزوينين فضلا وليس امرا، وبارطاج مع العائله والاصدقاء. رمضان مبارك.
نتمنى لكم ان شاء الله تدوزوا رمضان بالصحيحة وبالسلامة ان شاء الله. الى اللقاء، الى فيديو مقبل باذن الله.